الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، هذه رسالة متواضعة نوجهها شخصيا إلى الملك محمد السادس ملك المغرب. وقبل ذلك أعرف بنفسي: أنا ضابط للشرطة القضائية، عملت في سلك الإدارة العامة للأمن الوطني، مديرية الاستعلامات العامة، قسم المباحث الميدانية، فرع التتبع والتوقع. وقبل ذلك ومن دون شك أنتم تعرفونني جيدا، عملت في الأنفوذية الخاصة للشرطة بالمشوار السعيد، طبعا بتدخل شخصي من الدكتور حسين خطيب ووزير العدل آنذاك عمر عبد، والسيد علي العلوي خال حفيظ بن هاشم مندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حاليا. أنا كنطلب منك اليوم هذا المرحلة التاريخية فاصلة أنكم تأخذوا واحد القرار جريء وشجاع ومقدام يقضي بفتح أبواب السجون على مصراعيها لتلفظ هذه الفئة من الشباب من أبناء الأمة المغربية التي اعتدي عليها من طرف المخابرات المدنية، وبشكل خاص من طرف الهمة والعنيقلي والحموشي ومأمورهم. طبعا أنا واحد من الذين تم الاعتداء عليهم، لا لشيء سوى أنني كنت ضد بعض التصرفات وبعض العقليات القديمة، وطبعا كذب علي كما كذب على غيري بتقارير مزورة وضعت أمام عينيك. كيف يعقل أنني أنا نتظلم بهذه الطريقة البشعة ويتظلم معي عدد غير قليل من الشعب المغربي؟ أنا الآن كنعيش معهم يوميا، عشنا أكثر من 5 سنوات وراء القضبان ظلما وعدوانا. أنا ما رأيت هنا شخصا متطرفا ولا متعنتا ولا متزمتا، وتعامله معي تعاون حضاري يطلع الاحترام متبادل. طبعا كذا لي محمد مهراد ولد خالته عطية الحموشي بتآوى يعني والهمة وصفتني الحبس ضدا على القانون، ضدا على المعايير الأخلاقية والقيمية. نحن الآن كنطلب منك باش تحلى بالشجاعة والرزانة والإقدام وتاخذ الخطوة الجريئة باش توضع حد فاصل بين مغرب الأمس ومغرب اليوم. مغرب قيل أنه يتحرك، مغرب يتطور، مغرب يريد أن يحتل مكانته بين مصاف الدول العظمى. سي طارق، بغينا نسولك واحد السؤال الله يجزيك بخير. علاش المخابرات المغربية دارت خشاش في هذا الملف ديال الإرهاب؟ دابا هذه الرسالة اللي كتوجه الملك البلاد محمد السادس، قولها ليه ويقول لي الله يجزيك بخير، علاش حطوك في هذا الملف ديال الإرهاب؟ نعم، حطوني في ملف الإرهاب لسببين اثنين. أولا، كانت في أيديهم العصا الأمريكية التي ضرب بها الكل، والتي ألجمت القوى الحية في المجتمع وألجمت الشعب المغربي نفسه، حتى صار الجميع يقول هؤلاء خوارج، هؤلاء سفلة، هؤلاء أندال، هؤلاء ضد الوطن، مع العلم أن هؤلاء كلهم أبرياء من هذه التهم كاملة. واستثمر خصيصا دارت لها الغرض لتلجيم الشعب المغربي تحت مسمى المصلحة العليا للبلاد، مكافحة الإرهاب، التفات منابع الإرهاب. المسألة الثانية، لاحوني هذا نفس الإرهاب باش واحد يتكلم عليك، واحد من جرأ يدافع عليك، واحد من جرأ حتى يديك الشهادة بحقك. وهذا الناس بقاو كيتسناو حتى حيدوا عني من وزارة العدل بطريق سباعي. 2005 وشكيت للجنرال محفوظ الكاملي 2004 قلت له هاد الناس كيفكروا يدخلوا الحبس، وقال لي ما قلت نتاكم يعني نقري. ومشيت عند الناس الزروق في وزارة الداخلية باش دخل علي سلمان المنصوري وما استقبلنيش الأسباب معروفة للجميع، ودرت طلب مقابلة لوزير العدل محمد بن الراحل، ورفض يستقبلني وأجابني كتابة باش نديرو في المشكل ديالي شنو هو، وما راحش عنده لأنه طبعا هو كان طرف من نقري. ومشيت عند سليمان العلوي اللي كان في ديوان المظالم، وهذا كله مثل تعيط عليهم واحد بواحد ويديروا الشهادة بحقهم. كيف يعقل أنا إرهابي والملف ديالي كله ما فيش خطأ مهني واحد؟ ثانيا، هاد الناس استغلوا هذا الشيء باش يعمروا الجيوب ديالهم وباش يظهروا لك حقائق كاذبة، وانا كنشك في النوايا ديالهم لانهم كانوا كيحكموا ما يسمى التلاحم بين العرش والشعب. وانا كنذكر جيدا جلست عندي قريب خذ جائزة من عند اسبانيا كتسمى جائزة إيزابيلا الكاثوليكية، وهذه ما كانتش مكافأة على مكافحة الإرهاب، هذه كانت مكافأة على شي دور الله أعلم به. ثانيا، هذه الفئة اللي كتسمى الإرهاب ممكن هذه إن شاء الله هي تعاوننا
حفظنا الوطن ديالنا. حنا في حالة ما هجمت علينا إسبانيا الصليبية أو هجمت علينا الطعمة العسكرية الجزائرية الحاكمة، فبدون شك أتقاء الشباب هم اللي غيدافعوا الوطن في طريق إلى جانب الشعب المغربي طبعا بكامل. في طريق دابا هما هاد الناس هادو هما خلاو الشعب المغربي هما متعلقين بأمريكا. اشنو توجه للناس اللي قايمين بالدور الفعال في هذه الدولة هذه، القيادات العليا في البلاد، اشنو كتقول لهم؟ هاد التشبث ديالهم أمريكا والتشبث ديالهم بالغرب نعم. في هذا الوقت. أنا أقول أمريكا لن تدوم لكم طويلا. أمريكا عندها دين واحد هو لغة المصالح العليا. أمريكا هل دامت للشاه إيران؟ هل دامت لبرويز مشرف؟ تصور كان عقل في 2005 2006 ربما قالت كوندوزا رئيس بالحرب برويز مشرف حليف استراتيجي يصعب الاستغناء عنه، ولما سولت الدنيا قالت بخير. هادشي راه كلشي شافوه وكلشي عرف. ثانيا أمريكا الآن علاش ما دخلتش خليت حسني مبارك بلاصتو؟ لأن ما بقاش يديها. أنا أقول لكم بأن أمريكا لن تدوم لكم طويلا. أنا كنصحكم وكنصح الجهات الفاعلة والآن قبل الغد بأن تعيد المياه إلى مجاريها والأمور إلى نصابها، وننمو البلاد ونحاولوا نديروا اقتصاد بمستوى ونفتحوا أوراق داخلية تعيننا. الآن هذا الاعتصام الأخ طارق، الاعتصام المفتوح نعم. اللي تعملوا الآن الإخوة في السجون المغربية كلها، نعم. واش من مصلحة الدولة أنها تطلق هاد الناس المظلومين أو لا تخليهم هنايا أنت كرجل أمن؟ نعم. حنا بدأنا قبل الاعتصام السلمي لإعادة الملف ديالنا إلى صدارة النشاط السياسي ولإجبار الجهات العليا، ماشي إجبار ولكن لمناشدة الجهات العليا لإعادة النظر في هذا الملف. ومن مصلحة البلاد الآن أنها تخرج هذا الشباب وتكون مصالحة وطنية، يكون ما يسمى بالحل منصف وعادل يرضي جميع الأطراف لا غالب ولا مغلوب، طبعا بحضور الجهات التي لا تزال لديها ثقة عندنا. وهذا الناس راه محبون لوطنهم، محبون لمصالحهم العليا، ويقدرون المرحلة التي تزدادها البلاد والوطن العربي الإسلامي ككل. كنشكرك الأخ طارق على هذا الاستجواب. الحمد لله رب العالمين. لقصر الوقت نعم. إن شاء الله. لضيق الوقت لا يمكن أن نتكلم عن جميع المواضيع إن شاء الله. وتحية خاصة إلى أفراد الشعب المغربي كاملا مكتملا، وتحية خاصة إلى شباب 20 فبراير قبل الأحرى 20 مارس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالشبان خيرا إنهم أرق أفئدة، فحينما بعثني الله بشيرا ونذيرا حالف للشباب وخالف للشيوخ. رغم أني لا أعلم درجة صحة هذا الحديث لكنني استدلت به، لأن الشباب هم درع الأمة وطاقتها وزهرتها وأملها في مسيرة النهوض والبناء. شبابنا هيا إلى المعالي، هيهتف كل صعب على الشباب يهون، هكذا همة الرجال تكون.